السلام عليكم. النصيحة رقم واحد من سلسلة نصيحة في الصميم. نصيحة النهاردة بتقول ايه؟ بتقول بمنتهى البساطة جدا: الرغبة لوحدها لا تكفي. يعني ايه الرغبة لوحدها لا تكفي؟ ببساطة جدا، ناس كتير قوي بتبقى عايزة توصل لليفل عالي جدا في حياتها، بتبقى عايزة تنجح، بتبقى عايزة تحقق تارجتس، بتبقى عايزة تبقى احسن ناس في الكون، ولكن المشكله ان هم مش بيكون عندهم غير الرغبه. لكن الافعال والضريبه اللي بيبقى المفروض ان هم يدفعوها عشان خاطر يقدروا ينجحوا، هم مش بيعملوا الكلام دوت. مش بينزلوا مثلا يتعلموا مهاره، مش بينزلوا ياخدوا كورس، مش بينزلوا يشتغلوا. هو كل القصه ان انا عايز انجح. طب هتنجح ازاي وانت قاعد على السرير، وانت قاعد في بيتك، مش بتعمل افعال مختلفه غير اللي انت متعود تعملها؟ فبمنتهى البساطه، عشان خاطر تقدر تنجح اصلا وتقدر ان انت تحقق اللي انت عايزه، لازم تكون بتشتغل على نفسك. وخليني اديك مثال على حاجه زي كده، وطبعا هدي مثال بصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو. حد انا بحترم قصة نجاحه جدا جدا لسبب بسيط: الراجل ده شوف عنده كام سنة النهاردة وما زال بيأدي، لأن الراجل ده مش عنده رغبة بس، لا بالعكس، ده بياخد بالأسباب وبيتدرب تدريب قوي جدا جدا. مع العلم إن أنت لو جيت تقارن أي لعيب تاني بيه، هتلاقي إن كل أو أي لعيب في الدنيا نفسه إن هو يعمل زي ما هو بيعمل، ولكن مش هيقدر. ويمكن في تصريحات كتير جدا قريتها لكذا لاعب، التصريحات دي بتبقى عبارة عن إيه؟ أنا رجليا مش عارفة تنفذ اللي مخي بيقوله. بسبب إيه؟ بسبب ان الناس دي كانت عندها الرغبه بس، ولكن ما كانوش بيعملوا اللي هو بيعمله. فبالتالي شوف النهارده حد زي كريستيانو رونالدو فين، وشوف بقيه اللعيبه دي فين، وهو فارق عنهم بمستوى كبير جدا جدا. وانا هنا مش بتكلم عن شخص بعينه، انا بتكلم على الصوره كمجمل، وفكره التطبيق اصلا والضريبه اللي كان بيدفعها عشان خاطر يقدر ينجح. والسلام عليكم.